اعتقد انجاز كان بيحتاجه الشعب المصري بعد ثوره 25 يناير. فرحه، يعني فرحه كنا محتاجينها كلنا، الحمد لله اتحقق بشكل كبير الحمد لله. 20 سنه غياب الاولمبياد لا يتناسب مع امكانيات او اسم مصر في القاره الافريقيه. الحمد لله بدايه جيل جديد، رساله امل بنبعتها. الولاد دول اشتغلوا وتعبوا لمده سنتين، بيبعتوا رساله طبعا لمصر كلها ان محتاجين نشتغل. الخريطه الافريقيه اتغيرت بشكل كبير، لازم احنا نكون عارفين دوت، لازم نتابع ونطور من انفسنا للكره العالميه. الحمد لله حطينا الرجل الاولانيه، ان شاء الله الرجل الثانيه كاس العالم 2014. كيفيه الاعداد لدوره الالعاب الاولمبيه بلندن مختلفة طبعا عن التصفيات، مفيش شك. احنا دلوقتي لازم نحتك بمدارس مختلفة، مدارس أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية. إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء عندي اجتماع هام جدا في اتحاد الكرة، هحط الملامح العامة للفترة اللي جاية. عايزين نعد منتخب، مش عايزين نروح نقول بقى احنا مثلنا تمثيل مشرف ونخرج من الدور الأولاني، لا، عايزين نعمل حاجة فعلا بجد، عايزين نعمل حاجة لمصر تحسب ليها في الأولمبياد إن شاء الله. بشكر كل الجماهير المصرية اللي جت وقابلتنا النهارده، يعني ناس حاجه تفرح يعني. وبشكر جماهير المغرب، فعلا ناس يعني اكننا كنا موجودين في مصر، ناس بيحبونا جدا. يعني الحمد لله، يعني تعبنا وربنا ادانا، ويعني كان نفسنا يبقى اكتر من كده ونسعد الشعب المصري اكتر، لكن الحمد لله الهدف الرئيسي بتاعنا حققناه، وكان اللي هو الوصول للاولمبياد بعد 20 سنه. فدي حاجه كويسه، وان شاء الله ربنا يسهل نشتغل بعد كده ونعمل حاجه كويسه في اولمبياد لندن. كنا بنتعامل كل مباراه بمواقفها من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفنيه وايه اللي هنقابله، والحمد لله يمكن بكل الناس اللي كانت موجوده ان الثلاث حراس اذا كان الشناوي او الاثنين حراس ثانيين، ويكفينا فخرا ان الرئيس الاتحاد الافريقي بيسلم على الشناوي في اخر المباراه، وده يعني توفيق الحمد لله من عند الله. وبرضه الشناوي اختير من منتخب افريقيا. بقول لشعب مصر الف مبروك، فرحه كنا محتاجين لها جدا، واعتقد مصر كلها محتاجه البسمه دي النهارده. يعني بشكر الشعب المصري اللي كان متابعنا، وبشكر الجمهور المغربي اللي وقف معانا وقفه كبيره جدا. حازم، ماذا عن المرحله القادمه وكيفيه اعداد منتخبنا الاولمبي لاولمبياد لندن 2012؟ هيكون في اجتماع بيني وبين كابتن هاني رمزي ان شاء الله عشان نحط برنامج الفتره الجايه مع الكابتن عامر حسين. شايف ان الفوز كان مهم لمنتخبنا الاولمبي؟ جدا جدا جدا، الحمد لله. احلى ما في التقرير ده الفرحه والانتصار، بس اللي احلى كمان من الفرحه والانتصار ان يرجع الجهاز الفني كله ورئيس البعثه والكابتن حازم الهواري وكل الناس بتشكر الشعب المغربي على الاستقبال. هو ده دايما بصراحه اللي بيفرحنا، ان نرجع من اي بلد عربي اكننا كنا بنلعب في مصر، وده اللي كنا متوقعينه وده اللي كان الجهاز متوقعه، والحمد لله حصل. كابتن احمد بقى ارجع لحضرتك، وازاي فصلت الدنيا دي كلها عن الاعلام؟ لا انا قبل ما اعلق على دي انا عندي بس يعني التعليق. طبعا برضه انا نسيت اقول النقطه ديت، ان الكابتن فكري صالح، يعني زي ما انا شكرت كل الجهاز الفني، هو كابتن فكري صالح يعني بخلاف ان هو المدرب حراس المرمى، هو له دور مهم جدا جوه الجهاز وللعيبه من الناحيه المعنويه. هو عنده المساله ديت من الناحيه العسكريه معنويا، انه على طول هو بيتكلم مع الحراس وبيتكلم مع اللعيبه، وان انت هتنزل الملعب والجمهور وشايف الجمهور، هو يعني عنده الناحيه المعنويه دي عاليه جدا. فالحقيقه ان هو كان له دور يعني لازم نشيد بيه. ارجع بقى عفريت كمان ارجع ده مع عفريت بيحضروا في الماتشات. الشناوي حاله ما شاء الله، حاله. النقطه الثانيه الحقيقه الثلاث حراس كانوا على مستوى عالي. يعني انا اظن ان لو علي لطفي كان شارك او بسام شارك كانوا هيكونوا على يعني مش اقل من احمد الشناوي. الحقيقه ان كانوا الثلاث حراس على مستوى عالي جدا، هو كان شغال معاهم بشكل قوي جدا. ما حسيناش في اي وقت ان في واحد من الحراس تانيين مثلا زعلانين ان الشناوي بيلعب، او ان هو مثلا حاسس ان هو بيلعب فيعني متعالي على زمايله. ده ما كانش صحيح، وده كان لها برضو دور مهم جدا في المساله بين الناس اللي بتلعب، سواء من الحراس مع كابتن فكري او من باقي اللاعبين مع كابتن هاني وكابتن معتمد وكابتن طارق. الحقيقه كله كان روح واحده، ويعني من اقل لاعب لعب في المباريات لاكتر واحد شارك. الحقيقه الروح كانت ممتازه جدا الحمد لله. ارجع بقى للسؤال اللي انت بتقوله، هو طبعا احنا كان بيقابلنا بعض المشاكل او بعض الحساسيات. يمكن كان في طبعا السيطره صعبه جدا على انك تقطع علاقه اللاعبين يعني مساله صعبه جدا. في تليفونات وفي موبايلات وفي نت، والاوتيل الحمد لله كان في نت في كل مكان فما فيش فيه مشكله، وفي التلفزيون برضو كان في بعض القنوات بتيجي.
هو يمكن الامور يعني حتى الحاجات الاتصالات المباشره كنا بنقدر نتحكم فيها، ان الكاميرات اللي جايه او بتاع. انتم مش عارف انتم مصورين جايبين الصور دي كلها منين؟ احنا يعني عندنا عفارتنا يا كابتن احمد. يعني واضح. هو الاول طبعا انا بشكرك للسماح لينا ان احنا نخش ونصور، وان انت الحقيقه كان عندك ترحيب، بس احنا برضو عندنا دلوقتي كاميرات حديثه كده بتلبس طاقيه لخفه، بنخش في كل حته. وعندنا صور ليك في حتت هنجيب كل حاجه. خلي بالك يا كابتن سيف، بقت السيطره صعبه، وانا احب اقول يعني لازم اقول الكلام ده حتى للناس الرعاه والكلام ده. السيطره اصبحت اولا الموبايلات فيها كاميرات، وفي كاميرات صغيره جدا، مساله بقت يعني تكاد تكون مستحيله، لكن على الاقل في الاحتكاكات المباشره بين الاعلام واللاعبين يمكن كمان ساعدنا في دي الجهاز الفني، ان هم وقت ما قالوا مثلا في التمرين الاساسي اللي هو قبل اول مباراه خالص لعبناها 2 من اللعيبه او 3 من اللعيبه هم اللي هيتكلموا، حددوهم بالاسم. بعد كده في كل الايام ما كانش فيه مسموح باي انترفيوهات للعيبه، يعني مش هتلاقي هناك كلام للعيبه في وقت، فديت اتحكمت شويه. مساله ان هم في بعض وسائل الاعلام في مصر كانت بتوصلهم، هي يمكن كان في يعني يوم او يومين كده بس اللي حصل كان في ما تنساش كمان يا كابتن احمد، ما تنساش كمان ان انت كمان كان معاك اعلام، ومعاك كمان لعيبه كبيره جدا عملت شغل درجه الاعلام يتجه لها، زي الشناوي زي حجازي. هناخد واحد منهم دلوقتي بقى على التليفون برضو نطمن عليه، نشوف بقى في ضمه سليم ايه الموضوع. احمد حجازي، مساء الخير. مساء النور يا كابتن. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله، ربنا يخليك. معانا الكابتن طارق السعيد والمهندس احمد مجاهد. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا استاذ هدى؟ يا ابو حميد ازيك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ رجليك عامله ايه النهارده؟ تمام يا كابتن الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله على سلامتك. رجعت تسمع عليها خلاص؟ والله. وانت الحمد لله على سلامتك. يا احمد طمنا الاول عليك، يعني كلام كتير قوي ان احمد كان مصاب، وبعدين احمد كويس. كابتن طارق دلوقتي بيقول لا احمد اما لاعب من اللعيبه رجاله جدا، ممكن يكون حاسس بس تحمل على نفسه. هل فعلا لعبت وانت سليم ولا كان في برضو نوع من الاصابه؟ والله اول حاجه طبعا الحمد لله يعني عملنا حاجه كويسه الحمد لله، دي حاجه. الحاجه الثانيه في ماتش جنوب افريقيا كده جالي شد بعد الماتش في اخر المباراه خالص. فقبل ماتش المغرب اتمرنت تمرين خفيفه، بعد كده نزلت التمرين قبل الماتش بيوم. ما فيش حد من الجهاز قال لي مثلا، ما فيش حد قال لي تلعب وانت مصاب، ولا حد قال لي في اي حاجه. انا ما اتكلمتش مع حد في حاجه، ما وصلتش اي حد اللي انا يعني في اصابه جامده، كانت في الم في الم خفيف، فبس ما كانش ينفع ان انا اريح يعني، ما كنتش حابب كده، فما وصلتش لحد برضه لدرجه اللي انا ممكن اقعد يعني وكده. ممكن تكون اثرت عليا شويه صغيرين، بس يعني الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نلم الموضوع، يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نصعد يعني. احمد طمنا عليك، انت دلوقتي سليم ولا هتاخد فتره راحه، ولا هتاخد فتره علاج تعالج فيها الاصابه، ولا الدنيا ماشيه كويس مفيش حاجه؟ لا والله هو بكره ان شاء الله اروح اعمل اشاعه، وانا اخد يومين راحه سلبي كده، ماتش الاهلي اتاجل، وان شاء الله يعني بكره اعمل اشاعه اطمن بس ان شاء الله. ان شاء الله. احمد سمعنا عروض كتير جدا ليك انت والشناوي، وسمعنا النادي الاسماعيلي بيطلب 12 مليون واحمد جه فيه 10 مليون، هل فعلا في عروض دخلت يعني حيز الجديه؟ والله هو الناس النهارده هتقعد معايا بكره ان شاء الله، ولسه مش عارف الامور يعني في حاجه وصلت للنادي رسمي او لا، لكن اي حاجه انا بعتبرها ما وصلتش للنادي رسمي بعتبر ان ما فيش حاجه وصلت يعني. طب في حاجه فعلا فيهم ارقام يعني قريبه من الارقام اللي النادي بيطلبها؟ قلت لك والله ما اعرفش حاجه، بس يعني بكره ان شاء الله انا هتاكد يعني، بس لو في حاجه وصلت للنادي رسمي اكيد هتتعرف يعني، لكن لو اي حاجه ما وصلتش رسمي للنادي انا بعتبرها ما فيش حاجه وصلت خالص. شكرا. اللاعب الدولي اللي هو دولي دلوقتي الكابتن احمد حجازي، الحقيقه نجم منتخب اولمبي، يعني كما توقعت يا كابتن طارق. لا انا زي ما قلت لحضرتك احمد من اللعيبه الرجاله، يمكن ممكن وارد جدا، كلنا لعبنا كوره وعارفين يعني ايه بطوله، وعارفين ان بطوله زي ديت مش عايز تضيع فيها ولا مباراه، وخصوصا ان هو على المستوى الفني هو في الفتره الاخيره انضم للمنتخب الاول، فلسه في بدايه حياته عايز يثبت نفسه، وعايز يقول للناس فعلا ان انا استحق اكون جدير ان اكون موجود في المكان دوت. بشكره على روحه العاليه جدا، بشكره على تعاونه ما بينه وما بين زمايله، هو والشناوي عشان حق ربنا يتقال راجعين من المنتخب الاول لاعبين مباراه البرازيل، كنا قلقانين من القصه دي قوي، احنا حاسين ممكن يكونوا اللعيبه. بس كابتن بقى احنا عايزين نقف هنا دقيقه واحده. اتفضل. يعني ايه حضرتك قلقانين؟ احنا سمعنا كلام كتير جدا، يعني احنا الشعب كان متخيل حضرتك النهارده لو عندك فرقه بتلعب
وفيهم لعيبه 2 3 4 هيروحوا يلعبوا مع المنتخب الدولي، هيجوا لك بقى مفيش حمى بدايات ومفيش الحاجات دي، وهياخدوا الثقه وهيمسكوا في الارض. احنا مش قلقانين فنيا، احنا قلقانين اصابه يعني التعاملات ان هو يحس بنفسه شويه. ان لا خلي بالك السن خطر جدا، ان انا لما لعيب يبقى عندي 19 او 20 سنه مشكلة. والعب منتخب اول وابدا اعمل اعلانات، ابدا الناس كلها تبقى عارفاني، الناس بتيجي تتصور معايا، القصه دي صعبه جدا، مش اي حد يكون عنده الا المتربي كويس او اللي هو طالع من بيت شبعان بمعنى صح. والاثنين ما شاء الله عليهم هو والشناوي بالعكس كان اكثر تواضع مع اللعيبه، اكثر تواضع مع الجهاز الفني. طب وحسام حسن زيهم كده؟ وحسام حسن ده من الشخصيات المحترمه جدا ومن جداً اللعيبه الملتزمه جدا، ولو قلت له في اي وقت اتمرن حمل عالي حمل اقل ما بيقولش لا، وده من اللعيبه المحترمه جدا جدا. نطمن عليه نشوف بيتمرن ولا لا. مساء الخير يا حسام. مساء النور يا استاذ سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله تمام. الف مبروك وشهاده كبيره اهو من الكابتن طارق السعيد والمهندس احمد مجاهد معانا اهو. ربنا يخليك، طبعا بمسي على كابتن طارق وكابتن احمد مجاهد، طبعا لهم الف مبروك الصعود كده، وان شاء الله عقبال نحقق ميداليه كده ان شاء الله في الاولمبياد ان شاء الله. احمد مبروك ليكوا يا حسام. حبيبي يا كابتن طارق يا ابن البلد يا مخلص. وحشني. سافرت بورسعيد ولا لسه في مصر؟ وحشني. ماشي يا كابتن. بورسعيد، انت في بورسعيد ولا ايه؟ لا انا رايح بورسعيد بكره ان شاء الله. يلا بقى عندك ماتشات خلاص بقى. ربنا يكرم كده يا كابتن ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله حبيبي. حبيبي يا كابتن. احمد حسام قول لنا اصعب لحظات البطوله اللي مرت عليك ايه؟ وطبعا اصعب لحظات البطوله الموقف اللي احنا اتحطينا فيه بعد ماتش المغرب ده، يعني يمكن دي كان من اصعب لحظات البطوله علينا، ان احنا كان نفسنا ربنا يكرمنا ونحسم التاهل للاولمبياد من بدري شويه، بحيث ان احنا كنا نعمل نتيجه ايجابيه مع منتخب المغرب وربنا يكرمنا ونصعد للاولمبياد ونلعب النهائي بشكل اللي هو يعني مرتاحين نفسيا، وفي نفس الوقت نطلع كورتنا بقى اللي الناس ما شافتهاش الفتره اللي فاتت دي. وفي نفس الوقت لما يعني ما حصلش النتيجه دي وخسرنا وكده، وكان في يعني سوء حظ بمعنى صح في الماتش ده، كان بقى علينا بقى حمل كبير جدا، ان طبعا من اعلام بيتكلم علينا مش كويس، في نفس الوقت اتحطينا في ظرف ان احنا لازم نكسب الماتش الجاي، الماتش الجاي ده حياه او موت، لازم تكسب اي نتيجه غير المكسب. هيبقى طبعا كل التعب اللي انت عملته الفتره اللي فاتت ده ما كانش هيبقى ليه لازمه، اكنك ما اتجمعتش من سنتين، اكن مثلا كابتن هاني وكابتن طارق والكابتن معتمد والكابتن فكري صالح ما عملوش اي حاجه، كان كل بقى التعب والحلم اللي احنا بنحلمه الفتره اللي فاتت ده كان هيضيع. بس فاحنا دي كانت اصعب لحظات، يعني يمكن احنا اللعيبه قعدنا مع بعض، اللعيبه كلها بصراحه يمكن كلهم رجاله على قد المسؤوليه، وكلهم يعني قدروا ان هم يفهموا الموقف ويستوعبوا الموقف، يعني ما فيش حد مننا وقع، كلنا استوعبنا الموقف وقمنا بسرعه وكلمنا بعض وفوقنا بعض، والحمد لله نزلنا ماتش السنغال عملنا ماتش كويس وكسبنا مكسب يعني محترم، ما كسبناش 1-0 ولا حاجه، لا الحمد لله جبنا الجون الاول في الشوط الاولاني والجون الثاني برده في الشوط الثاني، يعني كان في اداء كويس يعني الحمد لله، وصعدنا ويعني الثالث زي المركز الاول، يعني هم يعني بيتهيألي البطوله معموله اول مره تتعمل بالنظام ده يعني، بس هم عاملين البطوله بنظام كاس واول وثاني وكده عشان البطوله يبقى شكلها حلو، لكن الاول وثاني وثالث الثلاثه راحوا اولمبياد، فالحمد لله يعني. برافو عليك. صح. حسام عايز اسالك بقى على المستوى الشخصي، طموحك الفتره الجايه، عايز تطلع بره، عايز تكمل فتره في الدوري المصري، عايز ايه؟ والله طبعا اي لعيب طبعا نفسه اللي هو يحترف بره وكده، بس انا شايف ان انا الفتره الجايه بس اللي انا اركز مع النادي، يعني هيبقى يعني طموحي الفتره الجايه اللي انا اكون مركز مع النادي لحد اما نوصل ربنا يكرمنا ونتجمع تاني مع المنتخب ونوصل الاولمبياد، عن طريق الاولمبياد هيبقى في بقى كلام احتراف اللي هو الحقيقي، لكن دلوقتي يعني مثلا انا في ناس اتكلموا عليا في المانيا وكده في النادي، بس اللي هو كله كلام يعني، لكن الاحتراف الحقيقي طبعا هيبقى من خلال الاولمبياد ومن خلال المنتخب، يعني العناصر كلها اللي طلعت بره احترفت بره كانت عن طريق المنتخب، فانا بتمنى كده ان شاء الله الفتره الجايه الواحد ربنا يكرمه وافضل ثابت على مستوايا، وربنا يبعد عني طبعا الاصابات وكده، واكون متواجد مع الفرقه في الاولمبياد ان شاء الله، ربنا يكرمني تكون البوابه ليا يعني الفتره الجايه في الاحتراف يعني. حسام لو جالك حاجه اهلي وزمالك ممكن تفكر ولا يا بره لا؟ لا عادي، بس انا يعني اهلي وزمالك طبعا الاثنين انديه كبيره وطبعا وشرف بلعب للنادي الاهلي والنادي الزمالك، بس انا برضه ما بلعبش في نادي قليل، انا بلعب في نادي كبير، نادي المصري ومحترم،
والحته دي يعني انا سايبها تبع يعني للنادي، يعني اي كلام هيحصل في الموضوع ده. يعني الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير على موضوع الزمالك ده، بس انا سايب الكلام للنادي، يعني التصرف للاداره مستر كامل ابو علي والنادي المصري، وانا موجود في النادي وعقدي لسه موجود، لكن انا افضل احتراف بره يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا كابتن حسام حسن نجم المنتخب الاولمبي الحقيقه، واسم يا رب نشوفك كده زي حسام حسن الكبير. على فكره حسام متاخد من عملوا منتخب افضل 11 من افضل 11 هو من 3 اساسيين. هو والشناوي وحجازي ومعاذ والشناوي، الثلاثه دول اساسيين، واحتياطي احمد حجازي ومحمد صلاح. احنا عندنا 5 في منتخب افريقيا تحت 23 سنه، فدي حاجه طبعا تحسب له طبعا، وما شاء الله عليه عمل بطوله هايله وهو يستحق بصراحه الاحتراف. ربنا يوفقه مع النادي المصري، نادي كبير طبعا، عنده رئيس نادي محترم جدا. وبالمناسبه لازم نشكر مستر كامل ابو علي على الاستضافه لينا في بدايه المشوار. يمكن احنا قعدنا اسبوع قبل البطوله، نشكره جدا على الاستضافه ديت، وكنا حاسين فعلا ان احنا قعدنا في بيتنا فعلا. طبعا تحيه راجل محترم وطبعا يستحق الشكر جداً. واللي كمان عجبني قوي يا كابتن طارق ان كل اللعيبه بتتكلم، يعني واضح ان في سيطره، يعني في حب، في علاقه، كل اللعيبه بتتكلم بتخش بروح جامده جدا معاك. مروان محسن عامل ايه معاك؟ لا ده مروان الفاكهه بتاعتنا بقى. الفاكهه ده مروان جميل جميل. طب وعامل ايه معاك يا باشمهندس احمد؟ لا انا الحقيقه خلي بالك انا عامل زي البنوت. لا الحقيقه انا ما سمعتش منه حاجه وحشه طول البطوله، يعني 23 يوم ولا حاجه حلوه؟ لا كل خير. لا والله كل خير. طب سمعنا اي حاجه يا مروان بقى. مساء الخير، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ يا كابتن طارق وكابتن احمد مجاهد. يا مارو ازيك يا كابتن؟ ازيك يا مارو؟ يا كابتن مصر الحمد لله على سلامتك ومبروك ليك يا مارو. ربنا يخليك يا كابتن، مبروك لينا كلنا يا كابتن. فرحنا شعب مصر الحمد لله، وبنحمد ربنا ان احنا وصلنا الحمد لله. انا كابتن الحمد لله حبيبي، عقبال اللي جاي ان شاء الله. مروان كابتن طارق دلوقتي كان لسه بيتكلم بيقول انا كل مشكلتي كانت في اللعيبه السن الصغير، ان اللعيب بيتشهر بسرعه فجاه بيتحول من لعيب صغير لعيب كبير دولي كل الناس عارفاه، اعلانات. الكلام ده حصل معاك ولا انت يعني تركيزك كوره مش شايف الحاجات دي ولا حاسس فعلا؟ والله يا كابتن احنا كلنا مركزين والله يا كابتن، مفيش حاجه دي خالص من دي في المنتخب، والكباتن بيعتبرونا زي اخواتهم الصغيرين وبيتكلموا معانا، واحنا مفيش حاجه خالص من الحاجات دي خالص يعني. بس كلام كتير قوي عن الاولمبيات اللي جايه، كله بيحلم ان ما يبقاش فيه تمثيل مشرف، يعني مش نروح ونرجع وخلاص. هل حلمك فعلا انك تروح البطوله دي، ان منتخب مصر ده يحقق مركز زي ما التاريخ كتبكم دلوقتي، يكتبكم ان انتوا حققتوا مركز في الاولمبياد؟ اكيد طبعا يا كابتن، اكيد ان شاء الله احنا يبقى لنا اداء ولنا دور ان شاء الله في البطوله دي ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، نكرمنا ان شاء الله فيها. طب دلوقتي انت كنت داخل الفرقه بتاعت اللي بتلعب بينج بونج مع الكابتن طارق السعيد اللي اخذ منها فلوسها ولا لا؟ كابتن طارق على طول بيكسب يعني. على طول اخذ فلوسكم ولا لا؟ طمنا. هو اللي بياخدوا فلوس. لا بتاخد فلوس يا كابتن طارق والله. انتوا بتاخدوا فلوس ماشي يا مروان، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله، ونشوفك يعني في الاولمبياد كده نجم متالق. مروان محسن نجم المنتخب الاولمبي، شكرا جزيلا. الحقيقه يا كابتن هو ده بقول لك اكتر حاجه مفرحاني، ان الحته دي انا دايما الحته دي بتضايقني جدا. يعني كنت دايما في يعني لفظ كده اقوله كان غريب شويه، قلت ايه؟ نفسي الانديه كلها لما تيجي اللعيبه يجوا لها تصورهم عشان هم بيتكلموا فرحانين ان هم بيلبسوا الفانيلا والسعاده اللي فيها، ويجي بعد كده مثلا 10 ماتشات 7 ماتشات دخلوا جوان يقولوا ايه؟ احنا بناخد ملاليم، احنا بناخد حاجه، احنا مش عارف ايه. لا الجميل في الجيل دوت او الجميل في اللعيبه ديت الحاله الانسجاميه ما بينهم وما بين بعض، يعني هم اولا بيحبوا بعض. يمكن في عندنا كان في نجوم بدري كمان شويه قبل المنتخب، يعني شهاب مثلا، شهاب المفروض ان هو اتعرف من خلال النادي الاهلي، احمد شوقي اتعرف من خلال النادي الاهلي، عمر جابر في نادي الزمالك، الشناوي من المصري، الشناوي من المصري، مروان من بتروجيت، كل اللعيبه دي لعبت دوري ممتاز على فكره، محمد صلاح والنني وعلي فتحي، اللعيبه كلها وشرويده، مش عايزين ننسى حد، اللعيبه دي كلها اتشهرت في انديتها. يعني انا مثلا في لعيب مثلا اسلام رمضان بقى له 3 سنين او 4 سنين بيلعب اساسي مع فرقته في مباريات افريقيه وحقق بطولات. اسلام نسمع عارف طفل وديه موجود معاك، الراجل قاعد احتياطي ما فيش حد بيقلب وشه، انت حضرتك عارف لعيب الكوره دي مهمه جدا، دي نقطه مهمه جدا، قلبهم على قلب بعض، بيحبوا بعض، روح واحده ايد واحده، عشان كده ربنا ادانا في الاخر. وده نجاح يا كابتن يحسب للجهاز، حق يقال والله الحمد لله. احنا يعني مش عايزين نعتبر ان احنا كنا مدربين، احنا اتفقنا من اول يوم، من اول ما بدينا، احنا اخواتكم الصغيرين مرينا بكل التجارب ديت، فكنا نفسنا يجي مدرب يقول لنا العب
وسيب النتيجه دي بتاعت ربنا، واي حاجه احنا اللي نتحمل مسؤوليتها، مالكش دعوه انت بالقصه دي. ففعلا اللعيب مش حاطط على نفسه ضغوطات اول حاجه. تاني حاجه لما بيحصل اي مشكله او عايزين اي حاجه في روح تعاون، وفي لازم تكون الحياه سلسه شويه، ما يبقاش خلاص 1 زائد 1 يساوي 2، لكن وقت في نظام وفي سيستم ماشيين عليه، اللي يخرج عنه نحاول ان احنا نوجهه ليه مره ثانيه، مش ان احنا نقصه عليه ونبعد عنه، لا بالعكس اللعيبه كلها حبهم للجهاز وحبهم لبعض هو ده اللي وصلنا للاخر اللي احنا فيه. لو معانا حاله كمان هنطلع بقى فاصل دلوقتي، وبعدين نرجع بتقرير كده عن الحاله اللي معانا الشناوي، اللي هي مصر كلها بتتكلم عن الشناوي ده، ونرجع بقى نتكلم مع حضرتك مع باشمهندس احمد على الشناوي ونشوف رايح فين وهيعمل ايه. فاصل، وبعد الفاصل هنتفرج على الشناوي في تقرير صغير كده ونرجع تاني. خليكم معانا داخل ملاعب اليوم. ماذا يعني لك التأهل، وتقول ايه لجماهير الكرة المصرية بعد هذا الانجاز؟ طبعا يعني بنادي الانجاز ده طبعا شعب مصر كله وجمهور مصر عزيز علينا، طبعا كان نفسنا ناخد البطوله بس ما فيش نصيب. بنحمد ربنا وبحمد ربنا على اداء الفرقه وعلى اداء الشخصي، كل ده توفيق من عند ربنا واجتهاد في التمرين ومع كابتن فكري صالح وزمايلي علي لطفي وبسام. بنحمد ربنا وان شاء الله في لندن يبقى احسن ان شاء الله. اصعب مباراة مرت على الشناوي في هذه البطولة؟ هو في ماتشين، يعني كان في ماتش جنوب افريقيا بحيث ان احنا خسرنا هنروح، والماتش اللي هو بتاع السنغال، يعني اصعب ماتشين، بس الحمد لله يعني ربنا نصرنا في الاثنين الحمد لله. بعد تألق الشناوي مع منتخبنا الاول ثم المنتخب الاولمبي تلقيت العديد من العروض، كان ابرز عرض اولمبيك مارسيليا، تقول لي بعد هذه العروض؟ هو لسه والله يعني هو لسه مفيش حاجه رسمي، كل ده انا بسمع كلام بس لسه مفيش حاجه، بس ان شاء الله لو في حاجه رسمي اكيد انا هبقى اول واحد فرحان ان انا هسافر بره ان شاء الله. تتمنى الاحتراف؟ اتمنى من وانا صغير كده اكون اتربى بره ان شاء الله. كلمت كامل ابو علي في اثناء وجودك في المغرب؟ كان معانا، هو كان متواجد معانا وكان مستضيفنا، وكان بعد كل ماتش بيعزمنا على عشاء دايما، فقعد معايا وشكرني على الاداء، وان شاء الله لما اقابله في مصر بقى اشكره وادي له هديه. فتحت في موضوع الاحتراف؟ لا لسه خالص والله، ما اتكلمش معاه، ركز في البطوله وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ليك ان شاء الله. رجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم، وهنرجع بقى مع الكابتن احمد الحقيقه. والشناوي يعني واضح ان هو السيطره برضه في الحته دي، او السيطره على السن زي ما الكابتن طارق بيتكلم صعبه جدا، وانت معاك عدد كبير من المجموعه دي، سيطرت عليهم ازاي؟ لا هو طبعا الجهاز الفني اصلا مش مخلي حد محتاج ان هو يعمل يعني اي تدخل مباشر، لكن اللي انا عايز اقوله يعني بره مساله البطوله دي بالذات في موضوع احمد الشناوي، ان هو انا النهارده قابلني الكابتن زكي عبد الفتاح في اتحاد الكوره سلمت عليه، فهو قال لي انا خايف جدا لان انا شايف ان الناس يعني بتدي للشناوي كلام ممكن يخليه يخرج عن الوضع المطلوب يعني. وهو الحقيقه هو طبعا الشناوي طبعا حارس لا خلاف عليه، موهوب جدا، فانه من احسن 11 في افريقيا وكل واحد في مركزه، لكن هو الفكره ان هو مش عايزين نقول النهارده ان الصبح لا الشناوي خلاص لا ده بقى احسن جول في مصر، لا ده عدى الحضري، لا ده مش عارف مين، يعني مش عايزين نكبر المساله قوي لحسن نيجي في يوم من الايام نندم عليها وما نعرفش ان لما في عفروتو كان طالع لعيب موهوب جدا، يمكن المساله ديت كتر النجوميه والجمهور والالتفاف حواليه يمكن اثر عليه وقلله. طبعا اتمنى ان شاء الله ان ده ما يحصلش لاحمد الشناوي، هو ما شاء الله متميز جدا 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 فنيا، وطول الرحله هو الحقيقه ملتزم جدا. يعني انا كنت متصور ان احنا لما هروح ان هو بعد عودته هو لاعب مباراه البرازيل مع المنتخب الاول ان هو هيكون مثلا متعب في المعسكر او خلافه، ده ما حصلش خالص. حتى تعاونه مع زمايله كان على مستوى جيد جدا، اداؤه في البطوله بصرف النظر عن الجون الثاني في مباراه المغرب او كوره او اتنين في البطوله، طبيعي جدا ان جون بيدخل فيه في 30 ثانيه فانه يغلط بعدها، دي مساله يعني. وكان في ميزه جامده جدا يعني مقبوله برضه في الجهاز، المتحدث الرسمي ياسر عبد العزيز الحقيقه كان برضه ليه دور كويس جدا، وليه يعني واضح من الصور كمان اللي عندكم واضح من الصور اللي عندكم الراجل بصراحه كان مجتهد. الصور اللي عندنا دي واضح لا دي الصور دي خطتنا احنا، واضح من الصور مش انا قلت لك يا كابتن. لا والله الراجل سمعت له تصريحات الحقيقه في حتت كتير، يعني الدنيا كانت هاديه، ما كانش في تصريح، كان الاجتماعات كلها في حته مغلقه او بتحصل
في حاجه ضيقه، فده برضه بنحب نشوفه دايما. يعني دايما بحب اشوف ان في البطولات دي ساعات حد يحيد يمين كده. لا هو الجهاز، بص الجهاز كله الحقيقه كان متعاون جدا، والجهاز كله كان على اعلى مستوى، سواء كابتن هاني رمزي والكابتن معتمد جمال وكابتن طارق السعيد وكابتن فكر صالح، الدكتور علاء عبد العزيز، الدكتور مصطفى المفتي، ناصر هريدي، الكابتن علاء شاكر طبعا يعني راجل خبره طويله جدا من السبعينات حتى الان بيعمل في المجال الاعداد البدني. بصراحه اتفضل. بس هتقول لي مش عايز انسى فجر، بس انسى اسم فجر وحتى محمود وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي، الحقيقه كلهم كانوا كله كويس. بس هتقول لي الصراحه. قول. طب قول لي والله هقول. انا ما بعرفش اقول الا الصراحه. هل كان في كلام الفتره اللي فاتت او في كلام بعد ماتش هناك ان الجهاز الفني ما يكملش؟ لا انا انت بتقول لي قول الصراحه. الكلام ده لم يرد ذكره يعني اساسا، ومحدش يتكلم فيه، لان طبيعي جدا لو جهاز فني ما كانش وصل، ما كان خرج من البطوله دي، ما كانش هيكمل. وفي كل الاحوال بعد ما تخطى عقبه جنوب افريقيا كده اي واحد عاقل يقول ان لو كنا لا قدر الله هنلعب الماتش الملحق 22 فبراير، فكان من ديسمبر لفبراير، فكان طبيعي ان الجهاز مكمل. فهي المساله كانت حل نفسها، يعني لو لا قدر الله المنتخب ده خرج، هم نفسهم الجهاز يعني هيقوموا مسلمين على الناس على طول وماشيين، مش هيستنوا حاجه. لكن هي الحمد لله. انما هل في تغيير ولا الفتره الجايه ده اللي انا ده وارد. كابتن طارق، ليه عندك احساس ان الاعلام عاملك بالقطعه؟ هقول لك ليه. لان الناس في نقد بناء وفي نقد هدام. في ممكن واحد ينقدني علشان عارف امكانياتي وان انا هبقى كويس، وفي واحد بينقدني عشان يهمت فيا ويهمت في لعيبتي ويحس ان الناس الدنيا سودة خالص. ليه يا جماعه؟ يعني كل بطوله وارد فيها المفاجآت. احنا مش نهايه. كسبنا ما عجبش الناس، قال لك اصل الاداء. اتغلبنا قال لك لا احنا مش عايزين اداء بس المهم مكسب. الله يا جماعه، طب احنا نعمل ايه؟ لما اتغلبنا من المغرب والظروف اللي حصلت في المباراه واول 10 دقائق، لا اصل الجهاز الفني ما عندوش خبرات والجهاز الفني صغيرين، وبصراحه ما كانش ينفع الجهاز الفني ده، ولازم نجيب الجهاز الفني اللي هو كان سنه 30 والجهاز الفني سنه 20. يا جماعه الكره بتتطور. جوارديولا دلوقتي احسن فريق في العالم، برشلونه عنده كام سنه؟ عنده 41 سنه. يعني خلاص العالم كله بيطور نفسه. طب اقول لك حاجه بدون مقاطعه كلامك، يعني انا فخور جدا بالجهاز، يعني كابتن هاني رمزي كابتن معتمد جمال وحضرتك كابتن معتمد، يعني كل الاسامي ناس شباب صغير، ناس واعد. يعني بحس ان هو كل واحد مصري بيطلع صغير وبقى مدير فني بيحط بصمه بشوفه رايح، بحس انها حاجه تفرح. والله الحمد لله. المهم انت بتجتهد وبتشتغل. يمكن هي دي النقطه اللي الكابتن هاني اتكلم معانا فيها، ان احنا بقى يعني نسد ودنا كده وما نتكلمش مع حد ولا حد يتكلم معانا ونقفل على نفسنا. نبدا نشوف هنتكلم امتى لما ربنا يكرمنا. ربنا ما اكرمناش، احنا واثقين ان احنا اشتغلنا ولعبنا ورضينا ضميرنا. عشان كده انا كان عندي يقين ان ربنا هيوفقنا في الاخر. لكن اي حد عايز ينقدك للنقد ان انت عشان عارف انت كويس، احترمه يعني فوق دماغي. لا وانا بقى هقول لك هنا كلام جديد، يعني الحقيقه انا هشيد بيكم وهبارك لكم. احنا للاسف وقتنا انتهى، بس انا كنت مبسوط بيه جدا، مبسوط بالكابتن احمد جدا. الحقيقه شرف ان يبقى في مجموعه زيكم او جهاز فني محترم او على المستوى ده ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في الاولمبياد كده في مركز متقدم ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد بنبارك لك على اول رئاسه بعثه بالنجاح ده، ويعني نتمنى دايما نشوف النجاح ده موجود ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه، ونشوفك معاهم في الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتونا. شكرا جزيلا. حلقتنا الحقيقه خلصت النهارده، استنونا بكره وفي نفس الميعاد وحلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم.